مساء الخير، بنرحب بحضراتكم لقائنا الأسبوعي اللي بندور من خلاله على كل الحاجات الجميلة والحلوة في بلدنا اللي دايما وكلنا عارفين إن دايما فيها حاجة حلوة. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. هتمخطر يسطا بالمبسوط في اخر بسطة، على ارضها هتمخطر يسطا بالمبسوط في اخر بسطة، ولف بينا ايوه الله اجمل مدينة ايوه الله، ولف بينا ايوه الله اجمل مدينة ايوه الله، مش برضو منها يعني من وسطة نردها لك في الافراح، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. مصر بلدنا بلد سواح، فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب. من الأقصر لأسوان لأبو سمبل لسوهاج للمنيا لأسيوط، أقدر أقول لحضراتكم تاريخ ضارب في الجذور، قصة وحكايات وروايات هنعرفها دايما في حلقاتنا من فيها حاجة حلوة. لكن النهاردة هنركز على مكان مهم، هو البعض بيسميه بوابة مصر الجنوبية، منطقة آثار أبو سمبل أو معبدة أبو سمبل. البعض بيقول معبد، هما معبدين، وهنتكلم ونعرف التفاصيل أكتر، ويمكن عندنا أكتر من معبدين. هنعرف ده كله من ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ محمود كمال، مرشد سياحة. أستاذ محمود أهلا بيك. اهلا وسهلا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبخير. هما معبدة أبو سمبل ولا معبد أبو سمبل، ولا نقول المعبد الكبير والمعبد الصغير؟ نعرفه إزاي؟ طيب نقول الاول يعني رمسيس الثاني الملك العظيم، نعم. صاحب الانشاءات المتراميه الاطراف على مستوى مصر كلها. المعبد الفكره منه هو معبد تذكاري عشان يحفظ اسم رمسيس الثاني، وبالتالي هو اختار هذا المكان، مكان عبقري جدا، مكان حدودي ما بين النوبة عندنا، ما بين السودان شمال السودان وبين جنوب مصر اللي هي في أسوان. فهذا المكان الحدودي كان بيحصل بعض الأوقات قلاقل، فكان لازم يضمن ان هنا ما فيش حاجة اسمها تعدي من ناحية الجنوب. فهو معبد حدودي في نفس الوقت، ولكن هم معبد بيخص رحر أختي مكرس ليه. ده المعبد الكبير اللي هو رمسيس الثاني، وبجانب هذا المعبد اللي اتعمل مخصوص للملكة نفرتاري، ويعني موجود معاها الإلهة حتحور. فعندنا معبد لحتحور ونفرتاري كأنها مش ملكة، كأنها إلهة، وبيتم تتويجها بجانب حتحور. يبقى إذا معبدين مختلفين تماما عن بقية المعابد المصرية. يبقى الصح نقول معبدة أبو سمبل، حقيقي مش كده؟ صح كده، المعبد الكبير والمعبد الصغير. صحيح. وكان المعبد الصغير إهداء من رمسيس لزوجته. هو تزوج الملك رمسيس الثاني أكثر من 67 امرأة، وكانت أشهرهم على الإطلاق هي الملكة نفرتاري. الملكة نفرتاري حتى اسمها نفرت
إيري يعني الحلوة جاية. الحلوه جايه. أو حلاوتهم يعني. اه. فلما نقول ان الملكة نفرتاري هي من سكن قلب الملك رمسيس الثاني الذي تزوج بها قبل ان يصبح ملكا. يعني هو كان في الفترة اللي كان بيساعد والده اللي هو سيتي الاول فترة طويلة من سن 19 سنة لسن 29 سنة لما توفى سيتي الاول هذا الملك العظيم صاحب معبد ابيدوس وصاحب صالة الأعمدة في معبد الكرنك. بنلاقي رمسيس الثاني كان أصلا متزوج من نفرتاري. حضرتك ذكرت اثرين كل واحد فيهم محتاج شهر نتكلم عنه. حقيقي دي حقيقي. يعني معبد ابيدوس ده قصه واسرار كتير قوي قوي، حتى في حاجات مستخبيه فيه. حقيقي عشان كده وصالة الأعمدة دي قصة مختلفة طبعا. عشان كده أنا يعني كنت حابب إن أنا أنوه إن رمسيس الثاني هذا الابن هذا الملك هو ابن لملك عظيم جدا اللي هو سيتي الأول، فبالتالي هنلاقي كمان الابن يطلع ملك عظيم لأن هو شارك معاه في قيادة مصر من سن 19 لسن 29 وبيتولى حكم مصر لمدة تتخطى 60 عام، لأن مات الملك رمسيس وهو تقريبا 95 سنة. ده نسبة لإيه؟ للموميا بتاعته. حكم تقريبا 67 سنة برضو تقريبا، ولا في حكم 67 سنة؟ حوالي 67 67 سنة. لما حصل سكان للموميا وجد ان هو عاش لحد سن 95 سنة تقريبا. الموميا اللي موجودة حاليا في متحف الحضارة طول الموميا الحالي 1.80 سنتي. فإذا قبل ما يبقى الجسد ينكمش إلى هذا الحد كان الطول الطبيعي بتاعه 2 متر و10 سنتي. فرمسيس الثاني وسيتي الأول وجده اللي هو رمسيس الأول العائلة كلها طوال فرعين يعني زي ما بنقول، عكس بعض الملوك الاخرين بالظبط كده. غير تحتمس غير توت عنخ امون يعني هم متفردين بحكايه الطول يعني. المعبد اللي اتعمل للملكه نفرتاري حبا فيها، حتى هو كتب على المعبد من بره هو في 6 تماثيل بره المعبد. طب ما تكلمني عن الواجهات بتاعه المعبد لانها مختلفه عن واجهات المعابد الاخرى. الاول طب المعبد بما انك هتتكلم عن المعلومه دي. طب المعبد نفسه لو بنتكلم عن معبد ابو سمبل هذه الواجهه، المعبد تم نقره في الصخر. يعني ما اتقطعتش الاحجار بتاعته من منطقه زي مثلا جبل السلسله وراحت تتبنى بيها، لا ده هو كتله صخريه محفور في الصخر. محفور في الصخر. فبالتالي هو الصخر نوع رملي يعني كمان نوع رملي. القطع كله تم في الصخر بواجهه تتخطى ال 38 متر. التماثيل ارتفاعها 4 تماثيل ارتفاعهم 20 متر التمثال ارتفاعه. يعني نقول 3 تماثيل ونص. نقول ما هو التمثال اللي واقع الجزء اللي واقع احنا عندنا تمثالين على اليمين وتمثالين على الشمال. وفي النص بينهم الباب اللي هو بيدخل المعبد اللي هي بتمر منه المعجزه الفلكيه اشعه الشمس في اليومين اللي احنا هنتكلم عنهم. وفوق الباب هنلاقي ان في تمثال للاله راح وراختي موجود. رمسيس الثاني التمثالين بتوعه اللي على اليمين واللي على الشمال للاسف التمثال اللي على الشمال اللي جزء منه واقع ده واقع ايام رمسيس الثاني. يعني واقع من زمان. فبالتالي لما هيحصل موضوع نقل المعبد هيتنقل المعبد كله زي يعني حتى الاشجار كما وجد بالظبط كده. ما جاتش فكره ان ممكن نعمل له ترميم ونحط التمثال ده؟ لا ما ينفعش يتعمل له ترميم. ليه؟ لان نوعيه الحجر رملي. فعشان حضرتك تعمل له ترميم يبقى هتعمل له زي شكل صندوق يعني عشان يحافظ عليه يمسكه. يبقى كده الشكل مش هيبان برضو، مش هيبقى حلو. وبالتالي هو يعني على وضعه كده. برضو الناس بتسأل هو ليه يعني وقع امتى، فده بيتيح للناس ان هي تعرف اكتر تفرق ما بين الحجر الجيري او الحجر الرملي او الالاباستر او الجرانيت او الديوريت. فدي برضو كانت حاجة مهمة جدا. الحجر ده ما ينفعش ان هو يتم ترميمه او نقل التاج اللي واقع وجزء من الواجهه بتاعته. طيب مكتوب ايه بقى على المعبد الثاني بقى اللي هو اتعمل مخصوص لإلهة حتحور، وبجانبها طبعا الملكه المفضله للملك رمسيس الثاني اللي هي الملكه نفرتاري. كتب ان هو عمل هذا المعبد الى التي
تشرق من اهلها الشمس. اه تشرق يعني من اجلها الشمس. يعني الشمس دي طالعه بس تشرق بس عشان خاطر علشان مراته، عشان حلاوتهم. عشان حلاوتهم. اه ولما نقول كلمه مراته مم. لغه في اللغه المصريه القديمه هي ميري. ميري يعني يحب او حبيب. مم. ولما نقول ميرت تبقى حبيبه، مم. وجاء من ميرت تبقى مراتي. يعني نفس الكلام اللي كان ميرت يعني بيست- حبيبه. ميرت يعني حبيبه. يعني تمثال ميرت امون اللي موجود في اخميم حبيبه الاله امون بالظبط كده. ولما كويس. نقول ميري يبقى مذكر، ولما نقول ميرت نضيف لها التاء تبقى تاء التأنيث. مم. ففي اللغه المصريه القديمه لما نضيف التاء تبقى تاء تأنيث، تبقى ميرت مراتي. مم. فهو كاتب على المعبد من بره مم. انه عمل هذا المعبد خصيصا للتي تشرق من الصوره اللي اجلها. قدامنا دي. ده جزء من المعبد الصغير، الثلاث تماثيل اللي موجودين. انما الجزء الباب في النص لو نلاحظ الجنب الثاني فيه برضو 3 تماثيل، 4 تماثيل بيخصوا رمسيس الثاني، وتمثالين بيخصوا الملكة نفرتاري وابنائهم طبعا موجودين، ومكتوب على الواجهة الجملة الجميلة اللي قالها. وطبعا ما ننساش ان هو مش عمل ده بس للملكة نفرتاري، ولكن عمل حاجة عظيمة جدا، المقبرة الأشهر اللي موجودة في وادي الملكات طبعا اللي النهارده لما حد بيدخل يشوف المقبرة ويزورها جنبها. كأنه لسه يعني انتهوا منها امبارح بألوانها، بالتفاصيل اللي موجودة، يعني حاجة مبهرة جدا فعلا. فهو واضح ان هو كرمسيس الثاني يعني بيحب الملكة نفرتاري قبل ما يبقى ملك، وقبل ما هي تكون ملكة كمان. جميل. طيب في قصة عظيمة جدا جدا حصلت لكن في العصر الحديث لو حكيتها لأي حد ممكن ما يستوعبهاش، هي قصة نقل المعبدين. نقل وترحيل مش نقل وبس. حقيقي. قول لنا القصة والتفاصيل. مصر أيام رئيس جمال عبد الناصر كانت راحت لمشروع مهم جدا، وهو بناء السد العالي. واحنا عارفين القصة بتاعت بناء السد العالي ما كانتش سهلة ان هي تتم تنفيذها، وكان معروف ان هيتم كثير من المعابد سوف تغرق في المياه. اكثر من 14 معبد مهددين بالغرق. من ضمنهم طبعا معابد النوبة، من ضمنهم معبد ابو سمبل، من ضمنهم معبد فيلة. فاحنا لما بنتكلم على هذا المعبد وعمدة وكذا اكتر من معبد الحقيقة. بالظبط كده. فالمعبد عشان يعني يظل زي ما هو كان هيغرق وهينتهي تماما. هو معبد مهم جدا، ما فيش معبد بنفس هذا الشكل. يعني احنا العناصر المعبد هي كلها واحدة، بس ما فيش الواجهة المنقورة في الصخر بهذا الشكل. الاقي تماثيل لرمسيس الثاني بهذه العظمة، بهذه شوف العظمة اللي في الصورة، شوف واقفين ازاي هنا الحجم بين يدي التمثال. يعني حاجة عايزين بقى هنا نتكلم عن شخصية مهمة جدا في حكاية نقل وتفكيك المعبد، لأن كان في أفكار كتيرة جدا. لما اليونسكو طرح ان احنا هيساعدوا مصر ان هم نحافظ ده تراث عالمي، فازاي نحافظ على ده؟ فجت افكار كتيره جدا. من ضمن الافكار المهندسين قالوا في فكره ان احنا نعمل شاسيه حديد ضخم جدا ويبقى مغلف بالزجاج، ويبقى المعبد زي ما هو، والميه لما نغطيه يبقى الناس تنزل تغوص تتفرج عليه زي ما هو. فكانت فكره طبعا غير ملائمه ان هي تحصل، لحد ما جالنا العبقري الفنان النحات أحمد عثمان. هذا الشخص المولود في أسوان في النوبة، اللي اتولد سنة 1907، اللي درس وطلع كمل تعليمه وعمل دكتوراه في إيطاليا. هذا الشخص هو مؤسس لكلية فنون جميلة في الإسكندرية سنة 1957. هذا الشخص يعني حبه للآثار المصرية، وهو نحات عبقري. يعني جاب فكرة ان هو ازاي نقدر نقطع هذا المعبد، يتقطع كله ويفكك، عشان نقطع هذه الأحجار ونحافظ في نفس الوقت على الشكل التشريحي، سواء للوجه او للجسد او كل مكان فيه تشريح زي الوجه او مكان الركبه او الصدر او البطن. كل دي اماكن، حتى الرجول كمان. صحيح. الرجلين. فهو اقترح ان هو يبقى تقطيع سلكي،
يعني منشار مش مخصوص اه يقدر يقطع بيه الحجر الرملي. وحضرتك لو انت ساعدته النوعيه انه الحجر رملي. ده ساعدته الحجر فرقت الرملي هو كتير. عمل مخصوص اه منشار مخصوص اه يقدر يقطع بيه، عشان الحجر الرملي لو اتقطع بطريقه باي نوع من اي منشار تاني مم. كان ايه اللي هيحصل؟ هيتفتت. يتفتت. مم. يبقى احنا كده فقدنا ال الاثر صحيح. نفسه. وبالتالي كانت من العبقريه ان هم يستخدموا المنشار السلكي، مم. انه يقطع بالسلك من غير ما يفقد التمثال نفسه. مم. طب نيجي بقى لفكره التقطيع نفسها، نلاقي انه بيقطع منين؟ بيقطع من خلف الوجه، يعني بيقطع من خلف الوجه عشان يحتفظ يحافظ الناحيه التشريحيه للوجه. مم. يجي يقطع من عند الركبه، من فوق الركبه ومن تحت الركبه، فبالتالي يحافظ برضو على التشريح بتاع الركبتين. اللي بيزور المعبد وهيقرب للمعبد ويدقق فيه هيلاقي ان الوش فعلا مقطوع. يعني زي قدامنا زي بالظبط كده. قدامنا هي دي هنا الواجهه وجه رمسيس الثاني فكره عبقريه سليم. فازاي يقدر يقطع من ورا؟ طيب احنا بنقول بقى المعبد الكبير كام قطعه لما قطع هذا المعبد؟ وخلي بالك هيقطع الواجهه ولسه جوه المعبد كل الجدران اللي موجوده، التفاصيل دي كلها هتتقطع وهتتنقل. احنا بيقطع 807 قطعه حجريه، منها التماثيل اللي حضرتك وريتها لنا. طبعا الناس اللي موجوده كمان وباين الحجم للعمال اللي كانوا بيساعدوا. ده مشهد تاني صغيرين بالنسبه للاحجام. فعندي 235 قطعه للمعبد الصغير، وعندي عندي كمان حاجات 807 قطعه في المعبد الكبير. اعجاز جميل جدا. وكمان ان احنا عارفين ان معبد ابو سمبل فيه معجزه فلكيه، وهي تعامد الشمس على قدس الاقداس مرتين في السنه. ودي نظريات مختلفه في حكايه ليه الاسباب، انما التواريخ كانت ثابته. يعني التاريخ الاصلي قبل نقل المعبد كان 21 اكتوبر وكان 21 فبراير. فرق يوم لما تم النقل. في طبعا بس كان لها حسابات ولا ما كانتش يعني مش محسوبه وقت النقل؟ هي بقى هنا عبقريه الفنان النحات احمد عثمان، الدكتور احمد عثمان، انه يقدر ينقل المعبد لمسافه 170 متر، يعني 100 متر، ويرجع بيها حوالي 100 متر ارتفاع من قاع المكان، و70 زحزحه زي ما بنقول بالظبط، يرجع لورا ويعمل قبه صناعيه عشان يبدا يضع فيها هذا التمثال، هذا المعبد. ويفرق يوم واحد فقط لا غير. يعني احنا بنقول احنا المصريين لا زالوا بيبدعوا. وخليني اقول حاجه وارجع تاني لنفس القصه بتاعتنا. اقول ان المتحف المصري الكبير وضعيه تمثال الملك رمسيس الثاني اللي رمم هذا التمثال برضو كان هو نفسه النحات احمد عثمان، هو نفس الشخص قبل ما يتحط التمثال في ميدان رمسيس. وراح 100 رهينه باين قبل كده، او جه 100 رهينه اتنقل واترمم واتحط، وهو محطوط بترميمه الحالي اللي عمله احمد عثمان بالفعل. ولكن التمثال لما تدخل المتحف بتلاقي ان التمثال واقف بورب كده كانه بيستقبل الضيوف. بس هو واقف بالورب الحقيقه لانه معمول في الواجهه بتاعه المتحف شباك مخصوص ما بين الخراطيش عشان الشمس تدخل تتعامل على وجه رمسيس الثاني في نفس الايام بتاعته. فدي عبقريه جديده برضو، انه يحافظ على تعامد الشمس وهو بيعمل المتحف الكبير لرمسيس الثاني، يضع هذا التمثال يستقبل الشمس في اليومين نفسهم هم. فدي عبقريه تتحسب للمصريين يعني. أكيد. يعني طب قصه الاسباب بقى قلت لي فيها قولان يعني. احنا عندنا الاغلب الكلام اللي بيتقال ان يوم تتويج الملك رمسيس الثاني على العرش كملك، ويوم عيد ميلاده هذه اليومين. ولكن احنا لو رجعنا ببساطه جدا وشفنا ان الفيضان لما كان بيجي مصر وبتدخل الميه بتدخل في شهر 7 ما بين يوم 10 15 20 يوليو، دي وصول الفيضان. الفيضان لما بيوصل بيستمر لمده شهرين. فالشهرين بينتهوا تقريبا على 15 سبتمبر. ما بينفعش بدايه الزراعه
بعد الفيضان ما ينتهي، فلازم ينتظر حصار. بالظبط كده، فيقعد شهر ينتظر لحد لما الارض تبقى قابله ان هو يبدا يرمي البذور ويزرع فيها. هذا الشهر بيبقى شكل ال الارض طينيه اللي احنا بنقول عليها اللوق. حتى كلمه باب اللوق اللي موجوده أيوة. في وسط البلد دي من تاثير الفيضان لما كان بيجي، وكان بيحصل بحيرات موجوده زي بحيره الازبكيه وباب اللوق، الاماكن اللي هي بيبقى فيها طينه. فالزرع لازم او انه يرمي البذور دي كانت بعد شهر، فيبدا يرمي البذور في هذا التاريخ اللي هو من يوم 20 وانت طالع بيبدا يزرع الارض. فده الموسم بتاع بدايه الزراعه. يعني انا بدايه الزراعه عندي السنه متقسمه لثلاث فصول: الفيضان والزراعه والحصاد. فبالتالي 4 شهور 4 شهور 4 شهور. يبقى هو النهارده الفيضان وصل، هياخد الفتره بتاعته ال4 شهور، بدا هو يزرع هياخد ال4 شهور كمان. فبدايه الزراعه هي التاريخ اللي هو تعامد الشمس في يوم 21 اكتوبر. والله ربط منطقي. يعني هو وناخد التاريخ الثاني اللي هو بعدها ب4 شهور اللي هو 21 فبراير اللي هو بدايه الحصاد. فيبقى انا فيضان بيجي بنتظر عليه فتره الشهر، وبعدين ببدا ان انا اتعامل مع الارض ان انا ازرعها. ودي بهجه ما بعدها بهجه، ان يبقى عندك فيضان ويبقى عندك ميه وتقدر تزرع. زراعه لمصر كانت ولا زالت وسوف تستمر. هل كان في احتفال بيتم لاي ملك مصري قبل كده في وقت تتويجه كملك على مر العصور؟ يعني التتويج عشان نربط بس، يعني قصدي بفسر بس، لو ما كانش في احتفالات يبقى رمسيس عمره ما هيعمل حاجه. لا، التتويج كملك ده من الثوابت، لان هي طقوس كمان. يعني هي طقوس دينيه، ولازم كانت تتعمل. التتويج من خلال التتويج الملك يستطيع ان هو يقول ان انا بحكم الارضين، مصر العليا ومصر السفلى. لما بقول كلمه مصر العليا وبقول مصر السفلى، نتيجه ايه الكلمه جايه منين؟ جايه ان ارتفاع اسوان عن مستوى البحر ب 85 متر. لما اوصل لحد الاقصر الاقي ان الارتفاع بتاع الارض 72 متر. لما اوصل لحد اسكندريه الاقي ان الارتفاع ما فيش زيرو. فالارض جايه من عالي جايه الواطي. علشان كده الفيضان لما بيجي كان بتبقى الميه مندفعه، ويقدروا ينقلوا فيها الاحجار اللي عايزين يوصلوها للاماكن اللي عايزين يبنوا فيها. تقريبا هم بيقولوا من اسوان لسوهاج او لحدود اسيوط تعتبر مصر العليا. وما بعدها مصر هتبدا تنزل تنحدر في المنحدر لحد لما الدلتا تبقى زيرو، مفيش ارتفاع. فالقصه دي بتخلينا نشوف فعلا ان هو التتويج لا، لازم كل الملوك تم تتويجهم، ولكن ما شفناش التتويج يعني في تعامد للشمس. انما عندنا حاله تانية برضو اللي هي تخص الملكه حتشبسوت والمعبد بتاعها. دي برضو في تعامد، وتم اكتشاف هذا التعامد بالصدفه من خلال كام سنه. ان احنا نلاقي ان التعامد بيتم يوم 21 ديسمبر، الشمس تدخل من معبد الكرنك من قدس الاقداس من ناحيه الشرق، تخترق المعبد كله وتعدي اصاله الاعمده 134 عمود، وتفضل ماشيه تخلص معابد الكرنك، وتصل الى نهر النيل، وتعدي نهر النيل من فوق، وتفضل ماشيه الى ان تصل الى معبد حتشبسوت اللي هو يعتبر ظهر وادي الملوك. القصه دي يوم 21 علشان دي قصه عملها او اتعملت ايام حتشبسوت، وكان طبعا مهندس عظيم جدا المهندس سين الموت، عشان يربط ما بين تتويج او ميلاد حتشبسوت ان هي امون رع هو والدها، وبالتالي يبقى ليها الحق الشرعي في ان هي تقدر ان هي تحكم. فهذا التعامد يديها الحق الشرعي، لانه الشمس بتعدي من قدس الاقداس لامون رع في معابد الكرنك، وده اكبر معابد مصر، توصل لحد معبد الابنه اللي هي موجوده حتشبسوت، عشان تدخل قدس الاقداس الخاصه بالاله امون رع برضو. يبقى ده ربط. فحكايه الربط والتعامد الشمس احنا عندنا اكتر من 17 مكان بيحصل فيهم. وتقريبا خوفو اسمه ايه ده، ابو الهول تقريبا في تعامد على ابو الهول بيحصل يعني ايه، اول اشعه للشمس بتصل الى وجه
وجه ابو الهول بتبقى يوم 31 مايو. فده برضو تاريخ محدد مش ملاحظ ان وثابت. الارقام فرديه؟ يعني سيبك من الرقم اللي ال بقى 21 دلوقتي، 21 21 اه حقيقي 31 دي حضرتك برضو يعني يعني اكيد ليها سبب. دي حقيقه يعني لحد دلوقتي الارقام فعلا اكيد في حاجه. طبعا ما كانش عندهم هم الشهور برضو يعني فبراير او اكتوبر، بس احنا التواريخ دي ثابته. انا قصدي ان الصدفه حقيقي. بقت كده يعني. حقيقي. على ذكر ال 134 عمود، انا دخلت معبد الكرنك قبل كده وشفتهم، حاجه تجنن. طبعا مفيش فرق ملي بين عمود والتاني. لا في. ايه بقى؟ قول لي بقى. يعني الجسم البدن بتاع الاعمده واحد. انا بتكلم على الدوران والبدن والكلام ده. واحد. ولكن حضرتك لازم تبص للقواعد بتاعه الاعمده. هتلاقي قواعد الاعمده قاعده وهي كلها مبنيه، بس قاعده ضخمه عن قاعده واحده كبيره وواحده صغيره. ليه عمل كده؟ يعني ليه وجهة النظر ان هو يعمل؟ لان الاعمده هي اعمده بتمثل النبات البردي. فبالتالي لما يبقى في مستنقع فيه الميه موجوده، فهذا المستنقع متخيله هيبقى بالظبط مش زي حمام السباحه ثابت ومستوى واحد وكده، لا ده اعلى فاوطى. انما هو الاعمده كلها واحده، ولكن القواعد لا انا بكلمك على الجسم الاعمده نفسها، حاجه مذهله. طبعا حاجه مذهله طبعا. ده يعني. بس انا قصدي هو حتى التفصيله بتاعه ان هو يعمل القواعد مختلفه، تفصيله هو ما عدتش عليه. يعني تفاصيل الالوان طبعا رائعه. يعني ان احنا نشوف سيتي الاول ورمسيس الثاني ممثلين على الجدران وعلى الأعمدة وعلى الأسقف كمان، حاجة مذهلة يعني فعلا الحقيقة. طيب ردود أفعال الناس على الظاهرة نسميها ظاهرة فلكية ولا هندسية؟ هي ظاهرة فلكية طبعا. فلكية. ظاهرة فلكية، بس هو هندسيا ان هو يعني برضه ازاي عرف ان هذا المكان تحديدا يتم اختياره علشان يتعامد. وبعدين عندنا حاجة مهمة جدا داخل المعبد، الباب اللي موجود ما بين التمثالين اللي على اليمين والتمثالين اللي على الشمال، هلاقي ان المدخل بتاعه المدخل صغير. طبعا ده التعامد اهو. فلما ادخل واوصل لحد كده، لو حضرتك بصيت على الاضاءه وشفت اول تمثال على ايدينا اليمين، هنلاقيه رع حور اختي. الاضاءه جايه على نصه بس. طب هل مقصوده؟ اكيد. طب الاضاءه مش جايه على التمثال الاخير اللي على الشمال. طب هل مقصوده؟ أكيد. مقصوده. طب اول تمثال هو بيمثل من الناحيه الفلكيه منتصف العام. يعني اليوم اللي هو نهاره زي ليله، 12 ساعه نهار 12 ساعه ليل، فراح حورختي بيمثل هذا اليوم. اذا هنا الشمس جايه او التعامد جاي عليه مناصفه بالظبط، عشان بيمثل عدد ساعات النهار زي عدد ساعات الليل. اجي الاقي التمثال اللي جنبه رمسيس الثاني وفي نفس مستوى الآلهة، الارتفاع الطول في نفس المستوى، الاقي جنبه اللي له امون رع.